السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفوا إن غزة هي واحدة من أقدم المدن، وإن اسمها بيرمز إلى القوة، وإنه حتى في تاريخ غزوات الإسكندر الأكبر وصف ثبات أهلها للنهاية، وإن هي أساسا هي سوق لترويج التجارة من البخور والبهارات، وإن هي كانت بتنتهي عندها طريق القوافل في الصحراء. لكن إيه علاقتها بهاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإيه علاقتها بالحروب الصليبية؟ وإيه علاقتها بمصر في زمن الأربعينات؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي إن شاء الله. وحكايتنا الأولى بتتعلق بوجود قبر هاشم ابن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب طريق الإلاف رحلة الشتاء والصيف والسيرة الفارقة في تاريخ مكة المكرمة. والسبب في وجوده في غزة إن هي كانت بالفعل من أهم الأسواق زي ما قلنا لترويج تجارة من البخور والبهارات. وإن كان تاريخ ابن خلدون ينفي أن يكون هاشم ابن عبد مناف هو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف، لأن الرحلتين من عادات العرب، لكن هاشم هو أول من سن الرحلتين للتجارة. الكثير من العرب وقريش يأتون لغزة وغيرها للتجارة، حتى إن المؤرخ ابن هشام يشير إلى أنه ممن أتى لغزة عبد مناف قبل ابنه هاشم، وذهب إليها أيضا عبد الله والد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد هاجمه المرض في رحلة العودة، فقصد المدينة عند أخواله بني عدي ابن النجار. ده كان تبسيط علاقة هاشم بن عبد مناف بغزة. وبعدها سنوات شهدت غزة الفتح الإسلامي في خلافة عمر بن الخطاب، ودارت الأيام والأحداث، وأصبح الجامع العمري هو المعهد الأكبر للعلم والثقافة. وكان كمان غزة كانت مركز مميز جدا للتجارة والبريد ونقل التلج بين مصر والشام. ومننساش إن الإمام الشافعي اتولد في غزة سنة 150 هجريا، وإن مصر أضافت له في تجربته العلمية، وإن هو قدم كتابه الأم اللي حمل تجربته الفقهية والعقلية في مصر. أما الحكاية التانية فبتدور أحداثها في أثناء الحروب الصليبية، تحديدا في اليوم الثاني من أكتوبر سنة 1187، بعد صراع طويل امتد ل 88 سنة بين المسلمين والصليبيين، وشهدته غزة بالفعل الصراع ده. ولكن في التاريخ ده بالذات أصبح صراع بين صلاح الدين الأيوبي وجيوش الصليبيين في آخر فصول الرواية الطويلة. في الوقت ده تقدمت الجيوش نحو عكا، ومن بعدها يافا والناصرة وقيصرية وحتى عسقلان وغزة. وزي ما قال المستشرق منتجمري وات، أبدى صلاح الدين الأيوبي رحمة وفروسية كبيرة في التعامل مع الفرنج، ومارست جيوشه ضبط النفس عند النصر، وتجنبت ارتكاب الأعمال الوحشية اللي كانت شائعة في الوقت ده. والفعل لم تسجل حادثة اعتداء واحدة. وكمان هو سمح للأميرات الصليبيات إنهم يخرجوا معززات مكرمات مع المتاع والخدم، ومن بينهم زوجة الأمير ديلين، وأرملة الملك عاموري ملك بيت المقدس، وحتى أرملة رينو دي شاتيو. أما حكايتنا الثالثة والأخيرة فحدثت في زمن الأربعينات، وهي مش حكاية واحدة، هي حكايات متعددة. هي ظهرت في سجل المصريين في حرب 48 في الفلوجة اللي كانت بتقع بين الخليل وغزة. كان في أسامي كتير زي البطل أحمد عبد العزيز والشاويش بليجي عبد العزيز نساج كفر الدوار. هما كانوا رغم اختلاف ملامحهم ومعارفهم اجتمعوا على مصرية صميمة وقلب شجاع. هو تاريخ بيحتاج منا قراءة وقراءة، يعني احنا مش ممكن نمر بسرعة فائقة عشان نصل لزماننا، لكن عموما هو بيدينا المفتاح لفهم الأحداث الجارية. وإن كانت مازال كتير من الأحداث بتسترها غزة في تاريخها الخاص، وما زالت الحكايات متتابعة، وما زالت كتابة التاريخ مستمرة.
أنا بشكركم على الاستماع، والمرة الجاية إن شاء الله مع حكاية جديدة. سلام عليكم.